ولا سيدة تفرغ الدنيا على راسي. أم حريم ما يجوا وراه ولا مصايب. والله بدري كيف أكلم هيك. سعيد؟ مالك يا سعيد؟ ما تروح تنام عمل وأنت مش قلب أبك. ما في حاجة ولا حاجة، بس اليوم تقعد مع أمل سيدة. أتمدد وردود ولا تفكر أي حاجة. أتمدد. يا سيدة تعال شكل الموضوع تعال. خير إن شاء الله. ما من الموضوع. اشتياك الموضوع. تشتري الموضوع. ما نسوي الموضوع. ما رأيك يا سيدة نبي نقلبه ونفتح على كده مشروع نستفيد منه احنا اخواني. مالك يا سعيد؟ ده داري انا مجلبه ورثابك من جدك ورث لك اياه عشان تتطلع عليه. ما اخلي وسوس لك وقلك بيه. ايه لو اقول لك منو مش مصدقها يا سيدة. الشيخ نباش قبل 3 شهور حاول معايا اننا ابينا نقلبه وهبالي 20 مليون وانا ما رضيت رفض. اليوم لما شافنا روحت معايا وسطو وصالي واحد من اولاده قلبنا على موضوع القلب وخايف انه يكون مدبروا لي كذا. طيب افرض انك بيت له قلبك، ما هو المشروع اللي حابه انت تفتحه؟ افكر ان انا افتح لي مقهايه اطلب الله فيها احسن من البحر، ومقهايه قدم فيها الرياضيين يجوا يتفرجوا على مباريات، واحد يوم 3500 واحد يوم 300 واحد يوم 200 طلب كان يا سيدي. سيد تعرف مروح من محوات ناس اكونومو توسخ بازولك اكلك وانت تفكر بين مبارية وبين مقهايه. والله شمدت ورقتك والله بين قلبك. من قال لك المعنى؟ الناس والحريم يتفاهموا يستفسرون بعضهم البعض. قال لك شركة عمري. اي والله ما هي شركة عمري، دي شركتنا كذي. سعيد كل
كلهم مرزوق وربك رازقه وفرزقه احسن من اليوم اللي قبله. مليلة ما كانش متبعي تعالى رايح ورايح واصل تعالى رايح. انا من قلبتي لو كان الحق امنا كاش اجيب اصحاب الحاره كلهم يشتغلون معنا في البحر. الله للنبي علي التبران رجال. زين صلي صايم وعمره ما كذا ظلم حد ونفسها طيبه ويعجبه الذي يشقى. ايوه يا احمد انا كنت اشتغلت معاه بسيط وشوف بالحساب حقك حاسبك كاسي وافي حتى اما تكون ناس مو يبلغ مصروفك ما يكسرش معك باي حاجه. يا جماعة ما سمعتوش آخر خبر؟ خبر جديد واحنا ما داري موضوع خبر. الله كو إرشادات لم نواخذ ومصيادين. ارشادات المصيادين ولا من واخذ ما تقولت الارشادات. قلبه منا ما تخرج إلا بتفتيش تصريح، والله ما تخرج. ممنوع اقتراب على أي ناخوضة، اقتراب على أي أماكن اللي مش مسموح له. ثاني إرشاد. وضح لنا كلامك كيف يعني ما هو اللي تقصده؟ يعني يا جماعة الخير ممنوع تبوكم منه ما ارتيليا إلا برخصة. يا جماعة أنا سمعت خبرك إن أصحابنا اللي محبسين في إيتيريا فكوا لهم والآن مروحين في الطريق. الله يجيبهم بالسلامة. طيب يا ربيع ما يقول الإرشاد الثالث؟ أي قلبة تدخل هنا شاحنة حوتو للمؤسسة تتسوق تبيع تغسلن قلبه، بعد ما تبيع تغسلن قلبه جهز، بعد ما تجهز تخرج إلى الصنبور. ده كلام ملك ملا هذا قديم والكلام ده ما جديد. دحين ذكرت أنا دحين ضروري على كل ناخوضة يدفع للشيخ رباط إذا اضطر الأمر. تحرية ضروري يدفعوا له حتى إذا هم قايلون من 2000 لا ما حول الله منه. مالك احنا بين انا يلا بحريه مساكين ما عندنا نعصب على زاد ناقص نبوق ناكل اخواننا ويالنا ادعنا نبوق لو حصلنا من 1000 نبوق بدي الشيخ رباش بين. يا جماعة الخير أنا قريت الإرشادات حقها وأنا أجيت خبرتكم، خبرت النواخذ كامل إن حولكم الله أبيتوا للشيخ زايد ناقص. أنا ماشي كلام، أنا أجيت قريت الإرشادات حقها، أنا أجيت خبرتكم ذا الكلام. أجبكم ذا الكلام ولا حكيها. ايوه افتح. السلام عليكم. والله اخي ما هو ذا الحمار ما هو ضبط على الناس. نركز اجمع عندنا والتزام الناس يستلزم ايجار حق شهر 3 شهور والتزام لي انهم ما يروح 14 يبلي حق شهر. اخبر علينا فعلا انه من اول شعبان ان شاء الله الشهر القادم. يا اخي موقون الله يشفيه مش انا يا اخي الله الشافي. حاضر طيب وانت داير ان انا محتاج ولا يهمك والله. والكهرباء سددت. هتقول لي من فاتوره ما هنا يقولوا لي مستاجر مش راضي يسلم ما هو خبر. يسلمها كلها خليها يقع اللي بيته. يا اخي قالك ما قالك تهاجرت مسؤولي. انا يوم ما كنت مستاجر منك بيته تذكر ولا ناسي؟ هت كيف اتيت مسكت لي مطري وبهدلت انا ومديت يدك علي وانا انا مش متشدي عليك انا اخاطبك في حقي فصل منك التزم وانت التزم بس. واللي بني موجود. قلت جانا وشربي قاعد. ابو الزق مش هذا. كان محل مستدير وده. قول لك من اي ولد كل مكان. ام ولاش يا اخي فضل بيتي الله. ما يصبر علي شهرين 3 شهور وقضي لك بيتي. مالي عندك 3 شهور ضمرات. مالي هذا جديد انا 3 شهور شوف تدوري بيتي. وكيف قولك انا شنشون دبت بنوش غالبا. من اللي يأجل عليك كذا؟ والله العظيم انت ما دراك ما هو بالله عليك. انت بالله عليك يعني انا مشكلتي كمان انا اجرت عليك بدون ضمان. اجرت عليك بدون ضمان ولا بدون حقك مسلم. هلا بين الحق هلا يبقى على بيت يوديك حقك. ايه؟ حين ما يحول الله. ما والله لا يا اخي هات يا ولد مقفلات مقفلات
مجدات تمد بيدك انا غالي غالي انا مش هموت شدي عليك، انا شقفت بيتي. كفر البني داخل خرج بني. لا مش مخرجوه يعني والله ما خرجك تحدي منك؟ انا تحدي مني يعني انا اكرر لك مشهد المول يعني مشي علشان انا امد يدي عليك اسامحك بالاجابه. ما قصدك، ما قصدك صح؟ مد بيدك اخر كلام. روح ما تموت خلاص لو سمحت تعال شدو هم بقى كده لو سمحت ممنوع تكفر وتمد لو يدك. سمحت والله ممنوع تمد يدك. اليوم فهمتم؟ قوموا. واه فين فلت فين مقاذي؟ والله انا ما اكون عليكم انتم والله ولا جهزتوا شيء. والله يا اخي انا كنت طلعوا نزلوا تيكي نزلوا مكاذي جهزوا خلونا نخرج مدري قبل الامه كنا معصلان لكم قاموا يدلوا قالوا مش راضيين الا بقريتهم شيخ مدري وين جبتوا ورا حاله جهزتوا يا نخوضة صحيح خبر ذا اللي سمعنا؟ ما من خبر يا محمد، ما من خبر اللي سمعتنا ما هو. ساعات من الشيخ رباش كسبوا منا كم بعارة من رزقهم. أنا يا عسل مش عاجبون عنهم خبر ذا. يعني معطلين اماليك من شان ذا كله من شان ذا الكلام كلام الشيخ. انا ما ليش دخل. الذي يشترب الله معي ايها الله، والذي كلام الشيخ وابوك داملوا بالشيخ فاهم هناك والشيخ قوم اطلب الله. أنا ما يخارجناش كلامهم شيخ ذا، أنا مأي عيال أشكى عليهم ولا يجي يشكى على شيخ. انا ما اكيد القرار يا محمد ان القرار ما خارجناش، خلي القرار ده ينفلم ناخذ عكنا خاطركم. فالمفروض يا حسن تنقرار ذا حرام، المفروض تو كل النواخذ وقبل تنقرار ذا. أما تنقرار حرام الأمة تروح تشكى عياله ولا تروح تشكى الشيخ. كيف يا ايهاب شمنا واخذ كلهم قبل يد واحده ضد الشيخ نباش والاكثرهم يخافوا منا. خلي البلد صابينا. يا جماعه حرام عليكم، انا خاسر تجهيزه سالمه، خاسر تجهيزه ب 2 مليون. محمد مالك؟ احمد السلام السلام عليكم. يا مرحبا. عالم بحرية كله طاير منك. يا اخي قرار شيخ، قرار شيخ كلهم تكتم شيخ كلهم. انا بص نفسك الدوم بحرية كامل وهم انت الشيخ. لا تدور نفسك، هم بحرية مشوا خلوا لي حالي، انا خاسر تجهيزه. تكسبن بحرية بصهم كامل وهم انت الشيخ. ما دخلك بالشيخ. بحرية ضحك كله طاير وما خسرت 2 مليون. فين ضحك ودي يا متجيزي؟ معك مقضى، معك بترول، معك ثلج، معك عايش ابوك تجيبون انت مشيخ. ايه تمام سكيبون انت الشيخ. تمام الكلام قالوا يشرفوا الله كلهم. ساعة والله كلامك مريع لما بكينا على حالة وروحنا. هو مع المشيبو. لحاش يروح عند شيخ شكيبنا. حتى لو بقى انت الشيخ حسن دابة ما يعرفش يتكلم، مش يقول الشيخ ما يعرفش يدير. لا روحنا لا رمال احنا منون. لا الله. يا راسي. يا راسي. راسي.
راسي. دكتور راسي. فري. دكتور. فري. مالك سامي؟ مالك؟ ما تحس؟ يا اخي راسي وجعنا في السلام دوب. يلا شدك العيادة يلا. يلا شدك العيادة. والله بس يقول لك فامله ما انتش يمشي. اجلس هنا. اجلس شاف جيب موتور. جلس إيفاك. كيف سيفنا وموتور حرق قدام عيني؟ أو لا موتور قدام عينه ولا في حاجة. كيف تجيبها موتور وانا حتى موتور حرق قدام عيني؟ وده ما هو موتور ده قدام عينه ولا في حاجة. والله انا حتى قدام عيني حرق. أنت اليوم مدري ما بك يا سامي. كيف ما بيني؟ ما هنا ما تعوز. يا اخي انا اول ما دخلت ما راحتي وانا وديت مقاضي وقعدت بيت يدور وحش زي الاشباح كذا ها وماسكونا راسي دوخه وقعوا. من بعدها ما حش ولا شيء خرجت لمشارع قبل الموتور حق الهب. يا صاحبي دوخة أشباح موتور حرك. نفسنا من مارته لكان الحق حرام ما دخل واحد من حارتي اموت وأعرف بس بكم اشترى هذا. انا سمعت دلال يقول قيمته عمارة 18 مليون. معقول يا سامي اشتريت عمارة 18 مليون؟ بابا اوه يا سامي ما تشوف المره كلها دي. قم يا سامي. يا انا بكم انا ما يدوخه وما يقولي فوق انا ما اقدر. أنت لا بك مرض ولا بك حاجة. أنت تقطب عينه. اينو ومن هو الذي شيء عندي اينا؟ عشان أكد لك من كلامي. يلا معي عند الشيخ نبيل. اينو معقوله اينو. يلا بسم الله عشان أكد لك الرحمن من كلامي قم معي عند الشيخ نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب عند الشيخ نبيل باقي الشيخ نبيل. أول مرة أسمع إن البحرية يهربون من النافذة أكثر. ما هو السبب؟ يا شيخ نباش بحارة كلهم مش راضيين على خبر جديد ده. وما هو خبر جديد ذا؟ علن قصيمة يا شيخ علن قصيمة. صيمة؟ وما هي من قسامة وحسن؟ واه مش انت يا شيخ حكمت لهم بحارة كلهم اقول لك قصيمة من رزقهون. ما هو يا حسن؟ أنا حكمت على البحارة يا أبو اللي من رزقهم. ومين بيان بالخبر ده؟ ربيع يا شيخ ربيع ده هو هذا الخبر يا ربيع. أنا يا شيخ والله إننا قصدي قصدك ما تسمي إيدي بين الناس. قصدك تسمي إيدي في المؤسسة. قصدي إننا طيران بحارة غيرك وأجيب صحاب حارتي يشوفون. سمي إيدي وتخلي الناس تضحك علي علشان تقول لي بني حارتي. ما يقولون علي الناس الشيخ نباش بيزحكون بيزحكون مساكين. مالك يا ربيع؟ مالك يا ربيع؟ علي! يا شيخ أمر. تعال بالزق حيوان تو قدام زنزانة. أمر يا شيخ. شيء. حسن الحين تروح عند البحارة وتقول لهم الخبر ده إشاعة كذبوا خلى الناس تطلب الله تقول كان بحر تطلب الله وتأيين خير ولا يخافوا من أي حاجة والشيخ نباش عندهم واللي بين الخبر ده لا محبوس عندي. الله يحفظك يا شيخ ويبارك في أولادك يبارك في رزقك. دحين جابوك عند بحارة وش يبينون؟ تحرك أحسن يلا قم. السلامة يا شيخ. خليك هنا تستاهل مو انا قلت كنت بجيب بحارة انا وشيخي يشيلوا لهم كسيمة هو ده كلامك اولادهم أقل حاجة اللي من اللي براسه وخديه. ها مطور وشوف راسه مخدة هذا ها انك مستعيش أنا اللي رزعت البحارة. هو ضاربونا وادي عابسوني. ها كلامك تنصحان يعني انت حتى الشيخ بينك يا يجوز من البحارة ما هو ده كلام سكولة. تعال خليك هنا جمنامس ينفعك خاطرك
نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاك الله يا شيخ، الله يكتب أجرك. والله حسن نفسي دحين بخير الحمد لله، ولا كأنه بين شيء. ده كله أجي أنا فقيه. ما هو الحل يا شيخ؟ الحل في يدك يا أخي سامي. واه يا شيخ، ما هو الحل اللي في يدي؟ بينا. ما قصدك يا شيخ؟ يعني بأم بيت؟ شوف اللي يفهمها هي الطايرة بأم بيت وانت تحي إن شاء الله. ما فيش حل ثاني يا شيخ غير بأم بيت؟ إلا في حل ثاني. ما هو؟ لو انت مش حاب تبي أم بيت أجره وسافر لك أي مكان. يا شيخ أنا أسافر فين أروح؟ الحمد لله إنها عين خفيفة. انت لو تصدق أحسن لك. علينا عاد. وانت يا سامي أجر أم بيت وسافر لك من القرية. أجر أم بيت؟ وأنا مستأجرش أجرها ما أنا حقي. ما عليك المستأجر. خلاص المستأجر على يده. وتم فاتح أم بيته. يلا يا شيخ خاطرك. نستأذنك يا شيخ. الله معكم والله يشفي. لا حول ولا قوة